لو بتحسب ان قصة هدير عبد الرازق مجرد فيديو انتشر فانت مش شايف الصورة الكبيرة. اللي بيحصل ده مش زلة، ده مشروع تدمير ممنهج للحياة. النهاردة انا مش جاي اتكلم عن هدير عبد الرازق كشخص، لا مش عايز ادخل في التفاصيل ولا في الشائعات ولا حتى في الصور او الفيديوهات اللي انتشرت. النهاردة انا عايز اتكلم عن الظاهرة اللي ورا الاسم ده، لان اللي حصل مش زلة لسان ولا مراهقة زادت الحد ولا حتى نزوة شباب. دي خطوة في مشروع كبير، مشروع تدمير القيم من تحت لتحت، بس بطريقة ذكية وبطيئة ومتدرجة. فكر معايا، تعرف انه في 2010 لو بنت طلعت على لايف ورقصت بقميص نوم كانت هتتعرض للتنمر والفضيحة وكمان المقاطعة من المجتمع؟ دلوقتي نفس التصرف بقى ترند، ميم، محتوى، وبيتباع على انه حرية تعبير. هي دي متغيرات القيم، لانه كان مستحيل بنت تظهر على السوشيال ميديا بدون حجاب، دلوقتي بقى عادي. وكان مستحيل بنت ترقص على الكاميرا، دلوقتي برضه بقى عادي. كان مستحيل بنت تتكلم بصراحة عن علاقاتها، دلوقتي بقى محتوى جريء. وكل مرة المجتمع كان بيقول يا عم دي حالة فردية خلاص ما تتفرجش، بس بعد سنين بقينا بنشوف ان كل حالة فردية بتتنسج مع بعض وتشكل ثقافة جديدة، مش بتبقى مقصودة بس، لا دي بتتبني بعناية. هدير عبد الرازق مش هي البداية ومش هتكون النهاية، هدير جزء من سلسلة في ظاهرة المحتوى الصادم اللي بيروج له على انه جرأة، انفتاح، عصرية، بس الحقيقة ده تدمير تدريجي للحياة. والحياة مش مجرد غطا على الراس، ده عنوان لكرامة، لحدود، لاحترام الذات. المفجع ان البنات والولاد بيشوفوا كده وبيقلدوه، مش عشان عندهم نية سوء لكن عشان العقلية بتتبرمج. بيشوفوا اللي كان مستحيل زمان دلوقتي بقى واو وبياخد آلاف اللايكات والمتابعين والفلوس. اللي يخلي الموضوع خطير أكتر إن هدير قبل ما تنشر الفيديوهات سافرت وقالت مش هرجع مصر تاني، يعني كانت عارفة إن اللي بتعمله مش محتوى، ده فعل مخطط، وعارفة إنها هتتعرض للمساءلة ففضلت تهرب قبل الفصل القضائي. بعد كده تفتكر إن ممكن نصدق إن ده مجرد مراهقة زادت الحد؟ لا، ده تخطيط، ده دراما، ده استعراض تم إنتاجه وتم تسويقه وتم تمريره. بس ليه نهتم؟ نهتم لأن اللي بيحصل مش بس في مصر ولا بس مع بنت واحدة، دي حرب على الهوية، على الأخلاق، على الأسس اللي بنبني عليها الأسرة والمجتمع والمستقبل. الولد اللي بيشوف كده النهاردة بكرة هيكون أب، هيكون زوج، هيكون مواطن. هل ممكن نتوقع منه إنه يحترم المرأة؟ إذا كانت دماغه اتعودت على إن المرأة مجرد مصدر جذب، هل ممكن نتوقع منه إنه يحافظ على بيته؟ إذا كانت دماغه اتربت على إن كل حاجة ممكن تكون محتوى؟ الرسالة هنا إنه مفيش أزمة في هدير لوحدها، الأزمة في الصمت، في القبول الضمني، في إننا بقينا بنتعامل مع الخطايا كأنها موضة. وكان لازم نرجع نسأل إيه اللي بنروج له في بيوتنا؟ إيه اللي بنسمح لأولادنا يشوفوه؟ إيه القيم اللي بنزرعها فيهم وسط هذيان السوشيال ميديا؟ الحل مش في الحظر بس، ولا في القمع، ولا في التنمر. الحل في التربية، في التوعية، في القدوة، في الحديث الصريح مع أولادنا من غير خجل ومن غير تهويل ومن غير تهرب. احنا لازم نبني جيل عنده وعي، مش جيل عنده انترنت. ربنا يحفظ بيوتنا ويحفظ أولادنا ويحفظ قلوبهم من القسوة وعقولهم من الضياع. واحنا كمجتمع لازم نفوق، لأن اللي بيحصل مش مجرد فيديو انتشر، دي معركة على القيم ومعركة ضد جيل كامل بتتسرق منه الهوية. وسلام.